المهندس نجيب ساويرس، مساء الخير يا باشمهندس. نور، انا بس يعني ليا راي، يعني بصفتي راجل عملي. تعالوا بس نحل المشكله الامنيه بصفه عامه وبعدين نخش على المشكله الطائفيه دي. النهارده احنا هدينا جهاز امن الدوله ده بالكامل عن بكره ابيه، وبعترنا كرامته وكل القائمين فيه، بغض النظر ان كان في جزء كبير منه بيعمل افعال يعاقب عليها القانون، بيتدخل في احوال الناس الشخصيه، بس الرعب والكبت. لكن في قطاع هام جدا، القطاع ده كان بيلم معلومات قبل ما تحصل اي فتنه، قبل ما تحصل حاجه، بينبه السلطات المفروض عليها انها تتنبه لهذا الامر. قد يكون هناك بيحصل استحكامات، كان بيمنع مواجهات. لو جزء من السلفيين ده مسلح متجه لعمل مسلح كان بيقف قدامهم. حصل انهيار تام لهذا الجهاز والغناه بجره امل، وحلني بقى على ما نبني جهاز الامن الوطني الجديد ده. نمره واحد. نمره اتنين بقى الاخطر من كده، ان هيبه رجل الشرطه في الشارع اتهزت وما زالت مهزوزه، والشعب كله ده مش راضي يرجع للشرطه هيبتها، ودي مصيبه في حد ذاتها. نمره ثلاثه، احنا بنحاكم النهارده ضباط الشرطه اللي اطلقوا النار. طيب، في فرق بين اللي اطلق النار على المتظاهرين والثوار، وفي فرق بين واحد اطلق النار على ناس بتقتحم اسم عشان تفضيه، عشان تاخد الاسلحه اللي جواه، عشان تهرب مساجين. ده اول قانون في الدنيا معروف ان لما حد يعتدي عليا بالسلاح من حق ارد انا الاعتداء. زي الكلام اللي بيتقال على ان الكنائس فيها اسلحه والاديره فيها اسلحه، هنقعد نهرج لا كنيسه فيها سلاح ولا دير فيه سلاح. لكن لو استمر هذا العمل، احنا كاخباط مصر فاضه بين الكيل من مسلسل حرق الكنائس، احنا بنقولها بصوت عالي وزهقنا من المسلسل ده. مش عيب ان نقول كده، احنا مش معقوله كل شهرين كل اسبوعين تتحرق كنيسه وهنقف نتفرج. فاحنا النهارده بنقول لابد من اعاده هيبه الشرطه. الموضوع الثاني المهم جدا قوي، النهارده احنا بنحمل القوات المسلحه ما ليس لها. يعني القوات المسلحه دي مش جهاز شرطه، مش مهمتها تنزل تضرب في الناس وتعتدي على الناس وتعمل. فاحنا حطيناهم في المشكل اللي حطيناهم فيه ان احنا قلنا ان الجيش واقف مع الشعب، الجيش لن يوجه سلاحه الى الشعب. طب ما هو جماعه ما السلفيين من الشعب والمتظاهرين من الشعب واللي بيروح يعتدي من الشعب. اذا لابد ان نوصل لمنظومه عقلانيه تقول كيف يتعامل الجيش مع هذه الاعتداءات. وبعدين مع احترامي للاستاذ مايكل اللي بيقول لك ان الجيش عرف الساعه 4 ونزل الساعه 9، ما هو الجيش يعني ما كانش بيحارب في 5 دقائق. يعني الجيش ده مش جهاز تقدر تدوس على زرار يروح متحرك. فما فيش حل قدامنا في الظروف دي كلها، ودي نقطة مهمة جدا، ان معالجة الخلل الامني الموجود. لابد من اعادة هيبة الشرطة، لابد من اعادة احترام رجل الشرطة واعطائه حق اطلاق النار على المعتدي. وانا بقول اذا استمر هذا الحال لابد ايضا ان يكون هناك قانون يتيح لخبط يتعرض منزله للاعتداء او كنيسته للاعتداء ان يرد الاعتداء ده، لان مش هنقف نتفرج كده للابد يعني. طيب شكرا.